هلو يا الحبايب، شلونجن شخبارجن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. قولولي شكو ماكو شخباركم، احجولي وضعكم، ايش دا تسوون ما تسوون. بنات راح اسوي لكم جولة بالاجهزة ملاتي. خاف بيكم وحدة عروس حابة تجهز، حابة تشتري شغلة مهمة يعني، وحارة شنو تشتري. فتعالوا خلينا نسوي جولة سريعة. اول شي بنات، هذه الكاوية مالتي مال الشعر يعني. هاي الكاوية بنات راح يصير لي تقريبا عندي 7 سنوات تقريبا 6 سنوات. بنات هاي الكاوية هاي تفتر مناية، وبيها مثل مشط تلم الشعر، ودرجة حرارتها متوسطة بحيث ما تحرق الشعراية. سعرها هاي 45,000 بنات. هاي الكاوية كلش حلوة واستفادت عليها الصراحة، لأنه ما أذت شعري أبدا. أوكي بنات، فهذه الشغلة الأولى. الشغلة الثانية اللي هي الجهاز مال البخار، همنا مال العروسة. اوكي بنات، هذا يفيدش انه يغنيش عن الروحات للصالون. بهالحالة انت تسوين بخار وماسكات للبشرة، فبالتالي ما تحتاجين تروحين للصالون. هذا سعره 15,000، هم راح يفيدك. الليزر المنزلي، طبعا الليزر المنزلي راح احكي لكم عليه بفيديو، راح تستفادون من عنده هواية ان شاء الله. هذا هو شكله من الداخل، وهم راح اسوي لكم فيديو عليه حتى تستفادون بعد اكثر. سعر هذا 160,000، بس هذا كلش مهم للعروسة يعني لازم تشتري. اوكي بنات، هنا هذا الشسوار هذا سعره 15,000. هذا الشسوار طبعا بنات قالوا لي بالبيجات بعد ارخص، بس ما اعرف اني اشتريته يعني ب 15,000. بنات هذا الشسوار الحلو بيه شنو، خفيف يعني من تشيلينه ابد ما يتعبش. فهذا همنا اللي عجبني بيه. لما تشترون شسوار لا تشترون شسوار ثقيل، طبعا يمكن اكيد فلوسه بيه ثقيل، بس ما اعرف احس هذول خفيفات ومريح يعني ما يتعبون. بنات لما تستعملي شسوار لا تستعملي درجة حرارة عالية، اوكي استعملي على البارد لان شعرك راح يتدمر. ممنوع تستعملين شسوار عالي. نجي على البراون هاي او ماكينة مال ازالة الشعر. هذه على الكهرباء طبعا. هاي الاصليه بنات، الاصليه تكون مبينه ما وياها عده. دنيتشا العاديات او الصيني يكونن شكلهن وياهن فرش وما اعرف هيك وياهن عده، فهذا نيتش ابد مو زينات. هاي سعرها 45,000 بس بنات. هذه الاصليه. هاي حتى لو كنت مسويه ليزر راح تفيدش، لان شايفه هاي الشعرات الناعمات يظلن راح تشيلش كل شيء. فبصراحه هاي هم انا اشوفها مهمه بجهاز العروس، او انت اذا بنيه اكيد هم راح تفيدش. الشغله اللي وراها اشتريته ب40,000. طبعا اول ما نزل اشتريته. هذا الدرمابن، اوكي صديق مثل القلم تقريبا. اوكي بنات، ويا اوبر انت تشتريهن اكيد. ويا همنا هذا يتوصل على الكهرباء. بنات هذا يخلصش من اثار الحبوب. بدل ما تروحين تسوين جلسة بالصالون بكومة فلوس يسوونها ب30 و40,000، هو الجهاز اصلا ب40,000. تبقى بس ماسكات سيرامات تشترين انتي وتسوين انتي بنفسك. بنات هذا همنا هذا ديرما رول مثل الرولة، هم راح احكي لكم عنها اذا حابين. هذه سعرها 10,000 اشتريتها، وهم تعطيكم نفس نتيجة الدرما بن. اوكي هنا هذا اخر شغلة اللي هو جهاز الشمع. طبعا جهاز الشمع كلكم تعرفونه، يكون بهذا الشكل، تجي وياه عودان. ويعني انا ما مستعملته، يعني يمكن مرتين لو هاي مستعملته. ما احب استعمله لانه يترك هيك مثل حروق على الجسم. بنات بس بشنو يفيدكم؟ مثلا تنظفون كعب رجلكم من تصير بيه شويه مثل الفطور، راح يفيدكم تنظفون منطقه الشارب، الخشم، الشعر تحت الحاجب، الشعر اللي بالقصه بس. يعني لا على وجهكم ولا على جسمكم نهائيا ما انصح بيه، لان الصراحه ابد مو زين. يعني الحراره مو زينه على الجسم، يسوي حتى عبالك اثار. فبصراحه اذا حابين هيك تجيبونه لهيك شغله فعادي، اما تستعملها لازاله الشعر لا ابد. وهذا سعرها من 15,000. هاي بالنسبه كل الاجهزه اللي عندي. اكتبوا لي شنو حابين تعرفون، اي سؤال او استفسار حابينه، مثلا انت عروسه تجهزين كتبي لي بالتعليقات وراح اجاوبكم. احبكم هواي، اشوفكم الف خير.